السيرة دايما أطول من العمر، قالوها قبلنا كتير. مؤمنين كلنا بالمقولة، مؤمنين كلنا بالله، ومدركين وعارفين كويس قوي إنه دايما الموت قريب مننا. يمكن بس الصدمة، يمكن بس إحساسنا بالدنيا شوية ممكن ياخدنا، لكن يحصل اللي يرجعنا تاني واللي يفكرنا تاني إن كل حاجة في الدنيا متفاتة. نجم كبير وشخصية جميلة، طيب وهادي ومحبوب من الكل، هو كابتن محمد صبري إسماعيل يوسف. اسمه كان كده في البطاقة. مشي في آخر حلقة ليه وهو في قناة الزمالك وبيقول للناس استناكوا بكرة. رحل، لكن السيرة دايما أطول من العمر. النهارده في دفتر عزاء الراحل في هذه الحلقة المخصصة للكابتن محمد صبري. نجوم مصر وأساطير مصر ونادي الزمالك موجودين معانا النهارده تخليدا لذكراه، ولأنه لم يكن شخصا عاديا بل كان استثنائيا في كل شيء، فكان لزاما أن تكون هذه الحلقة كجزء بسيط جدا لا يعبر أبدا عن قيمته ولا عن الحب اللي ناس كتير جدا جدا بتكنه له. خلونا نبتدي دفتر العزاء بالترحيب بنجومنا، وانا عارف ان الحلقه صعبه عليهم كلهم لانه الكابتن محمد صبري له حكايه، له حدوته مع كل واحد من ضيوفنا اللي مشرفينا النهارده. في اللي استقبله بالتيشيرت اللي هو بيعتزل فبيسلمه، وفي اللي اخده قدوه ومثال، وفي اللي لعب قصاده، وفي اللي زامله في الملعب. في الاستوديو هنا كل الناس اللي حبت الكابتن محمد صبري واللي عاشرته واللي عاشت معاه فترات طويله في الملعب. كابتن اسماعيل، بقاء لله. بقاء قدام لله طبعا، وبنعزي انفسنا وبنعزي اسره محمد وجمهور الكوره في مصر كلها وجمهور نادي الزمالك. محمد صبري بالنسبه لنا احنا، يعني بالنسبه لي انا شخصيا، ما كانش زميل، هو كان ابن وصديق واخ اصغر. حقيقه النهارده الصدمه كانت كبيره عليا انا شخصيا. عارف لكن ده قضاء الله وقدره. صحيح. كلنا مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى. صبري هيفضل جوانا هي لحظة فترة كبيرة. لحظة الفراق صعبة بس شوية، والفجأة صعبة. الفجأة صعبة، ربنا يحفظنا ويحفظكم من موت الفجأة. يعني في كلام كتير يتقال على صبري، حلقات وحلقات. الجدع النظيف الزملكاوي اللي قلب ابيض، اللي ما خدش حظه في الدنيا على قد موهبته. واتمنى ان شاء الله يبقى حظه في الاخره ان شاء الله احسن ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. اللهم امين. كابتن اسامه، البقاء لله. بقاء لله ابراهيم. يعني بنعزي انفسنا وكل جماهير الكره المصريه، جماهير الزمالك طبعا بصفه خاصه، كل من ينتمي للزمالك وجماهير مصر بصفه عامه. واحد من امهر اللعيبه اللي جم، واخلاقه يعني من الناس اللي كانت مؤدبه ودمها خفيف. يعني انا يمكن اخر مره قابلته من شهر كده في فرح واحد صديق مشترك يعني، وقعدنا نضحك ونهزر يعني. لكن الموت هو الحقيقه صحيح. كلنا رايحين، كلنا رايحين. المريض بيموت، السليم بيموت، الصغير بيموت، الكبير بيموت. يعني بس زي ما اسماعيل قال، هي الفجأة هي الأصعب. يعني ربنا يصبر أهله وزوجته وأولاده وعيلته كلها وكل المحبينه يعني. هي الصعوبة. الواحد لما يعني الظهر كده قرأ الخبر كان مفاجأة، لأن زي ما قلنا الموت هو حقيقة، لكن في ناس أنت بتتوقع تبقى كلنا هنموت طبعا، بس أنت في ناس بتبقى متوقع. ما تبقاش متخيل. يعني في واحد كبير قوي في السن، واحد مريض قوي بقى له فترة، أنت بتنتظر يعني. لكن اللي هو فجأة كده بدون، طبعا شفناها كتير حصلت لنا في الكرة المصرية، واخرهم طبعا صبري، ربنا يرحمه ويتغمده برحمته يعني. ويصبر اهله يعني يا رب، اللهم امين. كابتن اسامه، بقاء لله يا حبيبي. بقاء والدوام لله، وانا لله وانا اليه راجعون. مش عارف اقول لك ايه. انا عندي معاه كتير. انا عارف. يعني انا ما زميل وكوره انا عارف. عمري كله معايا. انا عارف. لاعب ومدرب.
عارف. من سنه قال لي تكفني انت. كنا بنتكلم مع بعض من سنه قال لك كان عندنا حوار. لا حول ولا قوه الا بالله. كلمني في رمضان اللي فات. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تزعلش مني، انت اللي هتكفني، انا اللي كفنته. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يرحمه ويغفر له. يا رب اللهم امين. مش عارفين نعمل له ايه. ربنا يرحمه صبرنا. بنعزي انفسنا وبنعزي الرياضه المصريه كلها، جمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الاهلي. الموضوع مش مستاهل. مش مستاهل. مش مستاهل. يعني ما كنتش متخيل من 4-5 ايام كده قلت اكلمه عشان اللي هيموت فينا مين اللي هيروح للتاني. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي خلاك تروح ما اعرفش. الفتره اللي فاتت كنت حاسس من امور مش حلوه كده وعندي حاله مش مظبوطه، وده من الناس اللي انا بحبها جدا. لا حول ولا ففكرت اكلمه عشان قلت له اللي يحصل له حاجه التاني يجري عليه. انا اللي جريت عليه. جيت له على طول. جالك الخبر على طول. انا اول واحد رحت المستشفى، انا ومعتمد جمال، يعني معتمد وانا اول ناس وصلنا المستشفى انا ومعتمد ومدحت عبد الهادي. فرحمه جالك الله الخبر ازاي يا كابتن اسامه؟ انا جالي الخبر الساعه 7 الصبح. التليفون رنة واتساب، مش حتى مش تليفون عادي يعني. وانا بطبيعتي قلوق، مش بنامش كويس. فقفلت الجرس وفضلت صاحي. عيني راحت تاني على التليفون برساله، لقيت واحد باعت لي صوره صبري وبيقول لي الله يرحمه توفى دلوقتي في التجمع. انا عندي علاقه كبيره باسرته يعني بعمري يعني. كلمت زوجته على طول وهي اكدت لي الخبر، وعرفت ان هو في مستشفى اليوم الواحد في مدينه نصر. وخدت مشيت ساعتها على طول، طلعت على المستشفى وكلمت معتمد. رنيت على كابتن اسماعيل، انا عارف ان هو في ليبيا، بس رنيت على كابتن اسماعيل بالغلط من عدم تركيزي. وكلمت معتمد وكلمت مدحت لان احنا يعني مجموعه مع بعض. اقرب ناس. ربنا يرحمه. الله يرحمه. فكانت المجموعه اقرب ناس رحنا بسرعه يعني. الله يرحمه ويسامحه. الله يرحمه ويحسن اليه. كابتن هاني، بقاء لله. بقاء لله طبعا. خالص تعازي لكل مصر الحقيقه ولاسره محمد صبري الحقيقه. وهتكلم كبني ادم يعني. انا يعني ما زملتوش في الملاعب، لكن الكلمه اللي انت قلتها ويا ريت الناس كلها تفتكرها، البني ادم سيره. صحيح. ايا كان البني ادم ده، لعيب كوره، مهندس، دكتور، عامل، اي حاجه. صح. الحقيقه هي السيره اللي بتبقى. وانا على مر السنين اللي فاتت الحقيقه بسمع كل خير عن محمد. والله كان طيب يعني والله شخصيه انا بسمع عنه جداً كل جداً. خير. وبشوش الله يرحمه واضع عليه الطيبه، واضع عليه التواضع، واضع عليه علامات انه يكون بني ادم نضيف. الحقيقه دوت اللي انا اتاثرت بيه فعلا. يمكن انا زي ناس كتيره جدا قريت الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي النهارده الصبح، والحقيقه انا اتخضيت جدا. يعني الواحد قلبه اتقبض كده، لان في لحظه البني ادمين وكتير من البني ادمين النضاف بيبعدوا عننا في لحظه. صحيح. فانا مقدر الصدمه جدا، وبعز اسرته واصدقائه واصحابه واهله وكل جماهير المصريه، مش الجماهير نادي الزمالك بس. صحيح. واتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر البني ادمين دول وهم عايشين. يعني احنا دايما يا ابراهيم للاسف بنقعد ونتكلم اصل البني ادم ده كان نضيف، كان بعد ما بيكونش موجود وسطنا يعني. صحيح. اتمنى يعني من النهارده نبدا يعني نقيم البني ادمين. انا بقول بني ادمين او الانسان وهم موجودين يحسوا بالقيمه ويحسوا قد ايه هم قيمه موجوده باخلاقهم وادائهم وسيرتهم الموجوده. فطبعا الموقف كان صعب جدا علينا كلنا، لكن ده قضاء ربنا. ويعني خالص التعازي للاسره والجماهير مصر كلها. شيكابالا، بقاء لله يا حبيبي. في حياتك بقى يا ابراهيم. ربنا يرحم كابتن محمد صبري. التيشيرت اللي انا لابسه ده يا ابراهيم، الفرقه دي كان كلها نجوم، بس الناس حبت التيشيرت ده عشان محمد صبري. انا واحد من الناس كان عندي 15 سنه لما طلعت اتمرنت مع الدرجه الاولى.
هون على نفسك، هون على نفسك. راح للي احسن مننا كلنا. كنت مبسوط قوي وانا بتمرن مع كابتن محمد صبري. محمد صبري الناس حبته يا ابراهيم مش عشان خد بطولات ولا عشان جاب اجوان كتير او حاجات كده. الناس جمهور الزمالك حب محمد صبري عشان شاف نفسه انه واحد منهم، صح. مش عشان اجوان ولا عشان بطولاته. بيخش خناقاتهم، بيفرح فرحتهم، حسوا الواحد من الجمهور بيلعب معاهم في الملعب. عشان كده احنا كنا واحنا صغيرين كان بالنسبه لنا كابتن محمد صبري حلم انك تتمرن معاه. فانا واحد من الناس لما كان ليا الشرف اللي انا لعبت معاه. اول حاجه عملتها بعد اول تمرين ليا كلمتهم في البيت عندي، قلت لهم انا النهارده كنت بجري جنب الكابتن محمد صبري. قلت لهم كنت بجري جنب ماما. فده الشرف العظيم. ده انا ما لعبتش معاه كتير للاسف، بس كان ليا الشرف اللي انا زميلته وغيرت معاه في اوضه واحده. كابتن طارق، بقاء لله حبيبي، بقاء والدوام لله. كلمته امتى اخر مره؟ انا عارف ان هي صعبه عليكم الحلقه يا جماعه، انا عارف ان هي صعبه على مصر كلها، انا عارف ان كل حاجه في الموت بتبقى صدمه كبيره. طيب خلينا نروح لفاصل، خلينا اطلع فاصل. اتفضل.